اللي حصل يوم الاربعاء، كل الناس فرضت ان الهجوم اللي حصل من بلطجيه ومن حيوانات على المتظاهرين اللي كانوا قاعدين في ميدان التحرير، كل الناس قالت انهم ممكن يكونوا فلول نظام، ممكن يكونوا بقايا حزب وطني ورجال اعمال، ممكن يكونوا عملاء من امن الدوله والباقيين واذناب امن الدوله والباقيين من امن الدوله. طب انا عايز افرض فرض من الفروض دي، يعني مش انا مواطن مصري وليا وجهه نظر، انا ليا وجهه نظر ثانيه عكس الناس دي، مع احترامي للوجهات المختلفه اللي قالوها وقدموها. ايه وجهه نظري في اللي حصل يوم الاربعاء؟ انا وجهه نظري ان كان في ناس دنيئه قاعده في ميدان التحرير مثلا. الناس الدنيئه دي شافت الشباب في ميدان التحرير، بل المصريين كلهم امبارح بالليل يوم الثلاث اتاثروا بخطاب حسني، فحسوا ان الناس هتمشي من الميدان، فقالوا نعمل ايه؟ نخلي بكره حد يهاجم الشباب الباقيه وما مشيتش، حد يهاجمنا ويهاجم الشباب، وفي اللحظه دي لما حد يهاجمنا ويهاجم الشباب هنأجر بلطجيه طبعا يعني ويهاجموا الشباب في الميدان. لما نتهاجم في الميدان هيعملوا ايه؟ اللي في الميدان هيتمسكوا بالميدان اكتر. بل بالعكس، انا واحد اخويا مثلا كان قاعد في الميدان، وانا وامي وابويا كل يوم بنتفرج على اخويا، بقاله كام يوم اهو دخل في الاسبوع قاعد في الميدان. وخلاص الريس امبارح قال خطاب، انا وامي وابويا اتاثرنا وكلمنا اخويا قال لنا انا كمان اتاثرت في الميدان، ونصنا اهو بيحاول يمشي، ان شاء الله بكره هنكون كلنا مشينا. لما احنا كاسره قاعدين شايفين اخويا جوه الميدان بيتهاجم حيوانات داخله عليه، حيوانات داخله على اخويا اللي في الميدان المعتصم واصحابه والناس اللي في الميدان، وبلطجيه داخلين يحدفوهم بالطوب والزلط. لا وبالليل هنخليهم كمان ايه؟ الناصر. هنعمل ايه لما نشوف دوت بيحصل في التلفزيون؟ هننزل انا اروح اقعد مع اخويا واجيب صحابي واهلي يروحوا يقعدوا هم كمان في الميدان، وبكده نكون بوظنا تاثير الخطاب اللي حسني قاله امبارح بالليل. مين الناس الدنيئه اللي قاعده في قلب الميدان اللي يهمها ان الشباب تفضل في الميدان؟ مين الناس الدنيئه دي؟ مش عارف. مين الناس الدنيئه اللي يهمها ان العدد يزيد في الميدان؟ مش عارف. يا ريت شباب 25 يناير يفكروا معانا علشان نعرف هي فعلا ناس دنيئه ولا احنا بيتهيأ لنا؟ كلها وجهات نظر، يعني يا ريت كل المصريين يفكروا في الموضوع ده.